يا مساء الفل على الحلوين او يا صباح الفل على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف، طريقة الفطير المشلتت الفلاحي على اصوله بالحبة الكاملة او بدقيق القمح الكامل. هعمله معاكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه من غير فرد وتوريق، وزي ما انتم شايفين معايا طراوه الفطير في ايدي بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. بالنسبه هنا للمكونات معايا كيلو دقيق فاخر اللي هو الدقيق العادي على كيلو دقيق قمح، وانا هنا خلطت ما بين الاتنين. حابه ان انت تعملي دقيق قمح كامل لوحده تمام، حابه ان انت تعملي دقيق ابيض لوحده تمام. انا بحب اخلط ما بين الاتنين كيلو دقيق انا مليت لهم العلبه اللي انتوا شايفينها دي ميه تمام. هو اخد معايا العجن، اخد معايا العلبه دي كلها مليانه ميه. انت على حسب العجينه هتاخد منك قد ايه. هنبدأ نضيف المية حبة حبة. قبل ما اضيف المية ضفت معلقة من الملح وربع كوباية شاي من السكر تمام، على حسب برضو بتحبي نسبة السكر فيه قد ايه. هدوبهم مع بعض الدقيق قبل ما انزل في المية، وبعد كده هنزل بالمية واحدة واحدة زي ما انتوا شفتوا معايا، وابدأ ان انا اعجن. اهم حاجة واهم خطوة العجن، لازم يتعجن كويس معايا علشان يديكي نتيجة حلوة ويعمل عرق. الفطير يا جماعة ما بيتحطلوش لا بيكنج باودر ولا خميرة، عشان سمعت ناس كتير بتقول او بتعمل الفطير بالخميرة او بيكنج باودر. ده الفطير هو مية وملح وشوية سكر وخلاص على كده. زي ما انتوا شايفين مطة العجينة بسم الله ما شاء الله في ايدي عاملة ازاي، اتعجنت كويس، اتخدمت حلو قوي في العجن. ابتديت ان انا اغطيها بس عقبال ما افرد الدقيق على الرخامه، مش هسيبها ترتاح خالص وهتشوفوها معايا على طول. هنا فردت الدقيق. ليه ما فردت السمنه؟ علشان لما اجي اعمل رول العجينه تعمل معايا على طول، ما تتزحلقش في ايدي، وما اجي افردها برضو تفرد على طول ما تتزحلقش. وانا هنا مش عارفه الصراحه يعني الحتة اللي كان فيها فرد العجينة راحت مني فين. انا كنت مصوراها بس مش عارفة عملت قط بالغلط او ايه. المهم ان احنا بنفرد العجينة كلها على الرخامة زي ما انتوا شفتوا معايا كده بالطول، او على الطبلية او على صينية على حسب انتي بتفردي على ايه. انا فردت على الرخامة عشان كده فردتها بالطول على الرخامة، وهبدأ ان انا ادهن بالسمنة او الزبدة. وزي ما انتوا شايفين حتة السمنة اللي انا مستخدماها قد ايه، لان انا ما بحبش السمنة تكون كتير في الفطير عشان مش يبقى تقيل. زي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا اعمل رول كده للعجينة والف كويس، ودهنت طبقة حلوة من السمنة، والسمنة تكون ماسكة شوية زي الزبدة كده. حابة تستخدمي زبدة تمام، حابة تستخدمي سمنة برضو تمام، في ناس بتعمله بزيت. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا اقطعه، وهنا بقطع بظهر السكينة علشان خاطر اللزق الرخامة ما تتجرحش معايا كده. اللهم بارك. عملوا معايا كمية حلوة. ابتديت ان انا قطعتهم كده القطع، ودهنت وشهم برضو بالسمنة عشان ما ينشفش معايا. وفي ساعتها على طول ببدأ ان انا افرد، يعني اشتغلت على طول، ما احتاجش مني مدة انه يرتاح لا بعد العجن ولا بعد الفرد. انا اشتغلت فيه على طول، مش هياخد منك وقت خالص. وبالنسبة للتوريقة هتلاقي التوريقة حلوة جدا. ببدأ ان انا افرد كل قطعة انا قسمتها والمها زي ما انتوا شايفين كده، واعملها نظام زي كورة كده او بقجة زي ما بتقولوا او بتسموا واحدة ورا التانية. اهم حاجة اما تيجي تفردي يعني تشيلي من العجينة، لاحظوا كده القطع اللي انا بشيل منها بقلبها، بخلي الحتة اللي تحت هي اللي فوق، علشان لما اجي الم اكون بلم الحتة اللي هي اللي تحت اللي فيها الاطرف بتاعة العجينة اللي هي السميكة، علشان افردها كويس. وعشان برضو شكل الفطيرة بعد ما اجي افردها وتدخل الفرن يكون الوش بتاعها كله متساوي، ما يكونش فيه حتت اللي هي بتبقى في
الفطيرة من تحت. ابتديت ان انا افرد زي ما انتوا شايفين، ما خدش معايا وقت خالص. حطيت في الصواني دهنه بسيطه جدا من الزيت، وابتديت افرد في الصواني زي ما انتوا شايفين كده. وهم عملوا معايا 7 فطيرات، ال2 كيلو عملوا 7. تمام. انا فردت كده 2 فرداني لوحدهم اللي هم كبار شويه. تمام. واتنين مع بعض في صاج، و3 مع بعض. حابه تتخني ترفعي اللي انت حباه على حسب انت حابه السمك بتاع الفطيره يبقى قد ايه. دي كانت اول فطيره تطلع معايا من الفرن. بسم الله ما شاء الله، لونها كان جميل جدا، وكانت قب معايا جدا في الفرن. بالنسبه بقى للتسويه، الفرن بيكون عالي. ده في الاول. اول ما حطيت تاني صاجين تاني تسويه كان وسط، وبعد كده عليت زي ما انتوا شايفين اعلى من الوسط. الفطير عايزاه يطلع معاكي طري وحلو، يستوي على نار عالية. لما بتسويه على نار هادية بينشف منه. احنا مش عايزينه ناشف، احنا عاوزينه يكون طري. هنا الفطيرتين دول اخدوا مني لون زيادة شوية. هما كانوا عاملين 7، دول 6 علشان الولاد ما صبروش اما اخلص تصوير، فقسمت لهم واحدة بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله الفطير حلو جدا، مورق طري وجميل، واتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وتدعولي.